عقيدة أهل السنة والجماعة في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ عقيدتهم في معاوية رضي الله عنه أنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني روى أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعني فيذكر بالجميل ولا يذكر بسوء. ويعني وقد قال بعض العلماء يعني وهو أبو توبة الحلبي أنه قال إن معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اجترى على معاوية اجترى على غيره، من اجترى على معاوية اجترى على غيره، والذي يتكلم في معاوية يجره الكلام فيه إلى الكلام في غيره، ومعنى ذلك أنه ستر وحجاب، وأن من هتك هذا الستر وتجاوز هذا الحجاب فإن ذلك يؤول به ويؤدي به إلى أن ينال من الصحابة وأن يتكلم في الصحابة. معاوية رضي الله عنه لما سئل عنه عبد الله بن المبارك، عبد الله المبارك يعني هذا من الأئمة، والذي قال عنه الحافظ في التقريب قال يعني ثقة إمام مجاهد، ذكر جملة من صفات قال جمعت فيه خصال الخير. ماذا قال عبد الله المبارك لما سئل عن معاوية؟ قيل له ماذا تقول في معاوية؟ قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. سمع الله استجاب الله لمن حمده، لأننا سمع من استجاب، ليس مقصود ذلك السمع الذي هو أن الله تعالى يسمع كل شيء، الله يسمع كل شيء، لكن سمع بمعنى استجاب، إن ربي سميع الدعاء يعني مستجيب الدعاء يعني. فهنا قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده ووراءه معاوية يقول ربنا ولك الحمد، ماذا أقول فيه؟ لا أقول فيه إلا الخير. ومعاوية رضي الله عنه يعني تكلم فيه أناس، والذين تكلموا فيه الحقيقة ما ضروا إلا أنفسهم، بل إن من المخذولين في هذا الزمان من يفضل الخميني على معاوية، مخذولين في هذا الزمان، واحد تافه قذر خبيث يقول إن الخميني أفضل من معاوية بكثير، بعد يقول أفضل بكثير مو بس مرة واحدة. هذا هو الخذلان.